بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر اليوم، أعلن نادي الهلال السعودي عن تعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من نادي إشبيلية الإسباني. ونشر النادي على موقعه على الإنترنت أن مجلس إدارة شركة نادي الهلال تم إجراءات توقيع مع حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني ياسين بونو بعقد يمتد لثلاث مواسم رياضية، وذلك حتى عام 2026. كما شارك الهلال على حسابه على موقع تويتر سابقا فيديو يعلن فيه التعاقد مع بونو صاحب 32 عاما بعد يوم من ضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تاريخية. بدأ الحارس الدولي مسيرته في صفوف نادي الوداد المغربي قبل أن ينتقل إلى إسبانيا وتحديدا إلى أتلتيكو مدريد في 2012، لينتقل بعدها في صفقة إعارة لحرس مرمى ريال سراغوسا ثم خيرونا وإشبيليا. وكان لبونو دور رئيسي وهام في حصول المنتخب الوطني المغربي على المركز الرابع في مونديال قطر 2022 بتصدياته المذهلة، خاصة في ركلة الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي. كما حصد صاحب 55 مباراة دولية لقبين خلال مسيرته مع إشبيلية، إذ فاز بمسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليج عامي 2020-2023. ويعتبر بونو من الحراس القلائل في العالم الذين سجلوا في شباك الخصم، إذ سجل مع إشبيلية في مرمى ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني. وتبلغ القيمة السوقية للمغربي 12 مليون يورو حسب شبكة ترانسفير ماركت العالمية. وخاض بونو 319 مباراة في مشواره الكروي مع الأندية حتى اللحظة، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفا. قد تكفل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي في نادي الهلال بتكلفة صفقة الانتقال التي جرت مراسم التوقيع عليها في فندق فور سيزونز جورج الخامس في العاصمة الفرنسية باريس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا.